السلام عليكم. مبروك مبروك مبروك، الف 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 مبروك. سيدي يستاهلوا هذا كاس العالم، ويستاهلوا الدراري هذو، هاد الشباب هذو فرحونا ورفعوا الرايه عاليا ورفعوا السقف عاليا 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 بزاف. كاس العالم راه ما عمرنا كنا كنحملوا نحلموا بها. انا الهضره ربات لي كنشوفوا هذه المحاوله. لا خلاص، مبروك لهاد الوليدات هادو، الف مبروك. فرحه كان محتاج المغرب في هذه الايام، فرحه بحال هذه. الله يوفقهم ومزيد من النجاحات ان شاء الله في قادم يكون حافز ان شاء الله، يكون حافز ان شاء الله. الفريق الاول في كاس افريقيا ان شاء الله، وان شاء الله بعد نشوفوا كاس العالم ان شاء الله. مبروك 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 لكل المغاربه، ومبروك لكل اللاعبين، ومبروك للجميع ان شاء الله، ونتمنوا الخير دائما، الخير لبلادنا ان شاء الله. مساء القطريين تقول يستاهلون ولاد عمنا، يستاهلون ولاد العرب كلهم ان شاء الله باذن الله. مبروك مبروك، الف مبروك. السلام عليكم. عرفتي شنو تفكرت دابا؟ تفكرت نهار نابولي داو اول كاس اوروبيه ديالهم، ولاو كيمشيو للمقابر وكيكتبوا لهم لو رايتم ما حدث. اقسم بالله بهذا الفوز ديال المنتخب الوطني المغربي، هذه فيديو مبدله شي شويه غتكون. تفكر شحال من واحد كنت كنعرض شجع المنتخب المغربي بكل قلبه، وكان كيموت على هذه البلاد، وكان ديما عنده في امل ان الكره تحرك وتولي شنو خاصها تولي كسوفت باور، اي قوه ناعمه. واخا ما كناش ناعمين مع الارجنتين، عرفتي شنو؟ هذوك الناس الله يرحمهم ويوسع عليهم، ما كانوش كيتخيلوا، لربما كانوا كيتخيلوا ان بحال هذا النهار غيوصل. وهذا كاس العالم اللي تربح دابا مؤشر خير كاس العالم 2030 اللي غنلعبوه في بلادنا، ومؤشر خير كاس افريقيا اللي جايه، وتاكيد على ان كل مفعول في كاس العالم 2022 ما كانش بالصدفه. وان شاء الله انا بالنسبه لي كاين جوج ديال الاعياد اليوم، العيد ديال كاس العالم الشباب اللي ربحناها، والعيد ديال رفع الميزانيه ديال الصحه والتعليم، وتشجيع الشباب دون 35 عام انهم يتقدموا الانتخابات ويكون الانفاق 75% من على الحملات الانتخابيه ديالهم. شي انا فرحان واحد الفرحه لا توصف، ولكن كنعبر عليها بشويه لانه فهمتيني ستريس اللي داز عليا في هذا الماتش ما عمره ما داز عليا في حياتي. برافو الدراري، برافو، والله يحفظكم والله يكمل عليكم بالخير، ونتمناو كل خير لهذه البلاد، ونبقاو ديما هكا يد وحده متحدين ونرفعوا جميع التحديات. برافو الدراري، برافو هبي، برافو الطاقم التقني كامل، برافو الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، برافو المغاربه كاملين اللي شجعوا، برافو المسؤولين على اكاديميه محمد السادس، وكل الحب والتقدير لصاحب جلاله الملك محمد السادس اللي الله ينصرو، اللي هو مور ديك الرساله ديالو ديال الرياضه والنهوض بها. تبدلات بزاف ديال الحوايج، ونتمناو عقبات الخير لكل الرياضات المغربيه الاخرى. شكرا لكم والله يحفظكم. كون كانوا شي ناس عزاز عليا باقيين عايشين ويشوفوا هادشي، لانهم كانوا يستاهلوا. ولينا الشعب المغربي، وهنيئا للأمة العربية والأفريقية بهذا الانتصار التتويج العالمي. ولكن قبل هذا وذاك الكأس كنهديوها جميعا للرياضي الأول جلالة الملك نصره الله، اللي كنذكر دائما بأنه بفضل الرؤية الشاملة والاستراتيجية لجلالته منذ مناظرة الصخيرات التي رسم فيها جلالة الملك حفظه الله المعالم وخارطة الطريق لتطوير الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص منذ ذلك الوقت، والإنجازات تتوالى في مختلف المجالات ووفق مقاربة شمولية فيها تكوين بطبيعة الحال. فيها المنطلق الأساسي هي الأكاديمية نتاع محمد السادس اللي اليوم الحمد لله تتفرخنا سنة بعد سنة أبطال. من أمس كانوا نجوما في قطر، واليوم فيهم مجموعة هنا من الأبطال هم أبطال العالم، ومازال إن شاء الله أكاديمية محمد السادس غادي تبقى هي المشتل لكرة القدم المغربية. تواصل هذه النظرة الشمولية بمجموعة من الإنجازات الأخرى سواء في التكوين وتكوين الأطر، واليوم إلا كنا كنحققوا الألقاب بأطر مغربية، السي محمد وهب بإطار مغربي اختار التكوين تاعو وتأقلم داخل المسالك الكروية المغربية. وهذا كيبين على أن النظرة نتاع جلالة الملك لتطوير الرياضة هي نظرة شمولية وشاملة
الله ينصر سيدنا، وهنيئا لجلالة الملك، الله ينصره وللشعب المغربي.